هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده هجرب معاكم. هنبدأ كده كل يوم. انا جبت برودكتس كتير قوي وبدايل للحاجات اللي احنا بقت مقاطعة بالنسبة لنا ومبقناش بنجيبها دلوقتي. فجبت حاجات كتير قوي. انا اللي يعرفني كنت بستخدم دايما البايوديرما سينسيبيو اتش 2 او اللي هو الميك اب ريموفر بتاع بايوديرما. طبعا بايوديرما مبقاش معانا حاليا، فانا بدأت اتجه لبراندز تانية كتير. جربت حاجات كتيرة قوي زي بقى جارنيه وحاجات كده ما عجبتنيش خالص خالص، وفي منهم حسيت انه وشي كأني حطيت عليه حرفيا مية نار، فانا مش عارفة ليه عمل معايا كده. المهم دلوقتي ان انا هجرب معاكم بيز لاين ده. انا بصراحة جربته بقالي فترة بستخدمه، عشان كده قلت اعمل الفيديو ده. انا بصراحة معجبة بيه وشايفة ان هو نفس تأثير البايوديرما ان ما كانش احسن. يعني انا بالنسبة لي لطيف جدا على البشرة، لطيف جدا على العين، عين مش بتتحسس منه ولا حاجة، ما بيسيبش اي بواقي للميك اب، وبينظف من جوه قوي من قلب الوش كده. حتى لو حاطه سان كريم بقى والكريمات والروتين بتاعك بتاع النهار او الليل، بيشيل وبينظف كويس قوي. اولا بقى حاجه كده وانا سايد نوت، ان انا كان عاجبني جدا الفكره ان هو البامب اللي تحطي القطنه تعملي كده. فبصراحه انا عجباني الابلكيشن بتاعه نفسه، حاسه ان هو لطيف كده، كان عاجبني قوي الشكل دوت. كانوا حتى بايديرما بيعملوا نفس الشكل، بس كنت دايما بشوف اليوتيوبرز الاجانب هم اللي بيستخدموه، وحاسه ان هو مش بينزل في مصر. فاتبسطت قوي بصراحه لما لقيت بيز لاين عاملينه. اوكي، انا كده حطيتها هي على القطنه، وهوريكم بقى اكتر حاجه ميك اب العين انا عامله. وزودت كمان الشيمر اللي فوق العين ده، علشان ده بيكون اصعب حاجه في انك تشيلي الميك اب. اوكي، القطنه اهي. ودي الطريقه العاديه اللي انا بستخدم بيها اصلا السنسيبيو، ان انا بحط الميك اب الكوتون، قصدي الميك اب ريموفر على الكوتون كده، على القطنه اللي بستخدمها، وبسيبه شويه يعني 10 15 ثانيه كده على العين، وبعدين ابدا بالراحه امسح كده. بصوا اهو، ده كده من اول مسحه. شايفين شايل ازاي؟ دي كده من اول مسحه. اوكي، كل بقى الميك اب هيتشال. انا ميك اب العين بحب بالراحه اشيل، لو في ماسكارا كده بشيلها لتحت كده، وبعدين بالحته دي بعمل كده يعني اقلب القطنه كده نص واروح عامله كده. شايفين اهو، شايفين كل الميك اب بتاع العين اتشال. شايفين كل بقى الجلاتر وكل الحاجات دي. اوكي، هشيل معاكم باقي الميك اب بتاع الوش بنفس الطريقه اهو كده القطنه، وهبدا بقى ايه اشيل كل الميك اب بتاع الوش. بصوا انا حاطه كونسيلر، وحاطه فاونديشن، وحاطه سان سكرين، وحاطه ماسكارا، وحاطه اي شادو، حاطه حاجات كتير قوي. بصوا كلها. انا بس بشيل معاكم النص بس عشان تشوفوا الفرق اهو. كله حتى الشفايف هشيل نص اهو. شايفين؟ شايفين بيشيل كله ازاي؟ كله خالص اهو اهو. يعني طول ما انت بتشيلي، طول ما هو هيفضل اهو. شايفين كده كل الميك اب اتشال، ناقص بس ان انا اغسل وشي زي السنسيبيو بالظبط. بصراحة عجبني جدا، استخدمته على عيني ولا عمل لي حساسية، ولا حاسة ان عيني بتوجعني، ولا ليه ريحة خالص، ولا ليه اي ريحة، كأنه مية بالظبط، كأنها مايسيلر ووتر. هو مكتوب عليه انستنت برايت مايسيلر ووتر فريجرنس فري. شفتوا؟ انا كنتش قريت، بس هو فعلا ما فيهوش اي نوع من انواع الروائح. منظف مائي للإنارة الفورية، خالي من العطر، AHA removes makeup and impurities, cleanses and soothes boosts radiance. يزيل المكياج والرواسب، ينظف ويهدئ البشرة، يمنح إشراق. Face, eyes and lips. Radiance for all skin types, suitable for sensitive skin. وده حقيقي، هو فعلا مناسب جدا جدا للsensitive skin، البشرة الحساسة. وفعلا بتحس ان انت نضفتي وشك، وفعلا بصوا برايتنس مش طبيعي اهو. اوكي اهو. وده النص الوش اللي فيه الميك اب. بصوا الميك اب قد ايه اهو.
بالجليتر اللي انا مزوداه تحفه تحفه صراحه، عجبني جدا. وانا اصلا مش اول حاجه دي اجربها من بيز لاين، انا جربت منهم حاجات تانية كتير. اللي بحبه برضو جدا التونر بتاعهم، الغسول بتاعهم، استنوا اوريه لكم. بيز لاين جدا الغسول بتاعهم ده والتونر ده، وبصوا تقريبا انا مخلصاه، والغسول نفس الفكره برضو، خلاص فاضل فيه شويه صغيرين بستخدم الاثنين. وفعلا المنتجات بتاعت بيز لاين من الحاجات الحلوه جدا. هو اصلا منتج تقريبا لبناني يعني، او مش لبناني، هو مش تقريبا، هو لبناني. فهو بديل كويس قوي للحاجات البرودكتس كلها اللي احنا عاملين لها دلوقتي مش بنستخدمها مقاطعه. ده بديل كويس جدا جدا جدا، مش نفس الفورمولا، نفس الافكت ونفس الكواليتي، وسعره حلو جدا، وفي نفس الوقت ان هو معانا. جربوه وقولوا لي رايكم ايه في الكومنتس، وقولوا لي جربتوا منتجات تانية للميك اب بقى احلى برضه، قولوا لي عرفوني في الكومنت. ميك اب ريموفرز والمنتجات اللي يعني جربتوها ايه، تكون بدايل، تكون سعرها لطيف، وتكون في نفس الوقت تأثيرها حلو، وحاسه ان هي بتديكوا نفس الافكت. بس هكمل بقى اغسل وشي واشيل باقي الميك اب وبس كده. حلوين، لو لكم اي سؤال ما تنسوش ان انتوا تكتبوه في الكومنتس وهرد عليكم على طول. اشوفكم ان شاء الله بكل خير في فيديو جديد. باي باي.